هو ده اسمه كلام برضه؟ تحتاري وانا موجودة؟ اعملي اكبر حلة رز عندك وطلعي اللحمة المفرومة اللي في الفريزر وتعالي ورايا على المطبخ وانا اقولك هنعمل ايه النهاردة. تابعوا معايا الفيديو للاخر ويلا بسرعة نبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة معايا حلة كبيرة ضفت لها 5 معالق كبار من الزيت. الشعرية اللي معايا دي يا جماعة شعرية انا ببقى محضراها وبحمصها دايما لا اما في الفرن لا اما في الاير فراير. كمية الشعرية اللي معايا هو كيس من الشعرية، ومعايا 7 كوبايات من الرز المصري مغسول ومتصفي كويس جدا. بقلب الشعرية مع الرز لحد لما يكتسب من السخونية، وبعد كده انزل عليه بالمية السخنة جدا لحد لما اغطي وش الرز كده، وبعدين بضيف عليه الملح. واظبطي الملح بتاعك. برفع الرز بتاعنا على النار وبنسوي تسوية الرز العادي. اول لما يغلي بنهدي عليه النار خالص. وتعالوا نشوف هنعمل ايه دلوقتي. حلة تانية كبيرة عندك كده وضفت لها 6 معالق كبار من الزبدة او السمنة المتاح عندك. ممكن كمان نعمل ميكس بين الزبدة والزيت. بضيف بقى عليهم 2 كيلو لحمة مفرومة. وصفتنا النهاردة مش ب2 كيلو لحمة مفرومة بس، عادة انا بحب اعصر كمية لحمة مفرومة كبيرة واخد منها اللي انا عايزاه والباقي احتفظ بيه في الفريزر. في الوقت ده بضيف عليها شوية توابل منهم الملح والفلفل الاسود والسبع بهارات وكمان جوز الطيب. معلقة كبيرة من كل حاجة فيهم. وكمان ال2 كيلو لحمة المفرومة بضيف عليهم كيلو من البصل مفروم معاكي بالشكل ده. اول حاجة بتعمليها عشان تعصجي اللحمة المفرومة وتاخدي منها طعم حلو، تنزلي بيها الاول وهي سخنة وبعدين تضيفي ليها كل المكونات. ده الرز بتاعنا اللهم بارك بقى مفلفل وزي الفل. عايزة اقول لكم كمان بعد ما بسوي الرز بضيف له معلقة كبيرة من الزبدة وبغطي عليه كده بيبقى حلو قوي. بتروحي عندك بقى تجيبي كوبايتين من المية بتضيفي عليهم معلقتين كبار من الصلصة او معجون الطماطم، وتضيفي عليهم كمان معلقه كبيره من المرقه الفوريه، وكمان تضيف عليهم معلقه صغيره من الفلفل الاسود. ببقى في الوقت دوت محضره 2 كيلو من الكوسه متقوره ومتنضفه بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده، ومعايا 3 كيلو من البطاطس. وهنا وانتي بتختاري البطاطس اختاري دايما البطاطس اللي تكون صغيره بالشكل ده علشان خاطر احنا هنحشيها. ما لقيتيش بطاطس صغيره ممكن تجيبي البطاطسايه وتقسميها على نصين، وكل واحده فيها يعني ايه تفرغيها بالشكل المناسب. بعد كده بكون محضره كميه اللحمه المفرومه المناسبه للكميه اللي معايا النهارده. وقولوا مثلا انا الكميه ديت اخدت حوالي اقل، يعني قولوا اقل من كيلو ونص، مش كيلو ونص، ممكن نقول كيلو وربع مثلا. الكميه دي كلها عملت معايا كيلو وربع والباقي احتفظت بيه. بجيب بقى صينيه عندي بعمل اول طبقه من اللحمه المفرومه، وبعدين ابتدي ان انا ارص كل الكوسه بتاعتنا. او حتى انتوا ممكن لو هتعملوا كميات بسيطه تضيفي الكوسه مع البطاطس مش هتقول لا، بس اهم حاجه تخلي بالك منها وانت بتضيفي البطاطس. هنا انا عايزه البطاطس ما تبقاش نايمه ومايله، لا انا عايزاها تبقى لفوق علشان خاطر انا عايزاها تحتفظ لاكبر وقت باللحمه المفرومه تبقى جواها. في الوقت دوت كمان قبل بقى ما ببتدي في التسويه بضيف عليها الصوص اللي احنا عملناه الحلو ده، وكمان بضيف ليه ميه علشان انا عايزاها تستوي تسويه كامله. يعني اول لما الصوص دوت يقل تروحي ضايفه ميه وتستمري في اضافه الميه لحد لما تتاكدي ان البطاطس استوت وكمان الكوسه استوت وتبقى معاكم بالشكل ده. على فكره ما بتاخدش وقت خالص. ممكن كمان تروحي بقى مشغله الفرن على درجه حراره 200، تدخل الفرن تاخد كده لون حلو. والله الله على الجمال. وفي الوقت ده انت مش هتقولي غير كلمه واحده بس، تسلم ايدك يا نشوتي، وتدعي لي دعوه حلوه من قلبك ولك بالمثل بفضل الله. النهارده كان اطعام. الكميه اللي انا عملتها النهارده دي كفت لي 20 وجبه. مش شرط خالص تعملوا 20 وجبه، ممكن تعملوا وجبات بسيطه، ممكن تشتركي انت واصدقائك. كل اللي بطلبه منكم دلوقتي ان انتوا كمان تنزلوا تكتبوا لي في التعليقات ايه الافكار الجديده اللي ممكن نعملها للاطعام وتكون ما بتاخدش مننا وقت، وانا ان شاء الله المره الجايه هعملها وانزلها عندي على الصفحه. وبكده اكون خلصت فيديو النهارده. لو شايفه ان انا بقدم لك محتوى هادف شجعيني بلايك كتير وشير كتير. بحبكم قد كده اهو. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.